السلام عليكم. يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وعافية إن شاء الله. موضوعنا النهاردة مهم جدا. موضوعنا النهاردة بيتعلق بناس باعت مبدأها في أول محطة. لما الغربة والفلوس بيعموا العين، في ناس بتنسى ربها وبتعيش كده حياة منظرة كدابة كده وخبث. ده موضوعنا النهاردة. عمرك سألت نفسك ليه في ناس أول لما رجلها تخطي بره حدود بلدها بتصفر كل حاجة في حياتها، الذاكرة بتاعتهم حتى دينهم، ده حتى بينسوا يركعوها، يعني كأن ربنا مثلا موجود في مكان ومكان لأ. والأغرب من كده انك تلاقيه لابس قناع كده ان هو ابن الاصول والشيخ وبيتكلم عن الاخلاق وهو غرقان في افعال يعني ما تجيش من حد اصلا عنده ريحة الاصل. احنا النهاردة هنفكك العينات دي ونعرف هم بيعملوا كده ازاي وبأي وش، ومين هم اخبث مخاليق الله اللي بيستخبوا ورا السجادة دول. الحكاية مش مجرد سفر وفلوس، الحكاية معدن بيبان وقت الشدة ووقت الوفرة، والنفوس الرديئة بتبان مهما اتلمعت. للأسف بقينا بنشوف نماذج في الغربة أو في أي حتة أو في مراكز قوة في مصالح مهم، يعني بتتعامل مع ربنا بمنطق المصلحة قضيت. ينسوا دايما ان اللي رزقهم هناك هو اللي كان ساترهم هنا. تلاقي الواحد عنده 50 سنة، يعني رجل بره ورجل جوه، ولسه بيعاند في الصلاة وبيعاند في الحق كأنه ضامن عمره. والأسوأ من كده ازدواجية المعايير بقى. ده مهم جدا، ده اللي عايزين نتكلم فيه. تلاقي الشخص من دول لسان يعني ما بيبطلش كلام عن الأصول وعن الجدعنة وعن الدين وعن الأخلاق، وهو في الحقيقة أبعد ما يكون عن الكلام ده، وتصرفاته كلها مصلحة وأنانية وخباثة. احنا محتاجين نفهم الناس دي بتفكر ازاي فعلا، وازاي بيقدروا يناموا بالليل وهم ضاحكين حتى على نفسهم قبل ما يضحكوا على الناس. ناس ممثلة. وليه المنظرة الكدابة دي بقت هي المحرك الأساسي لحياتهم؟ في واحد أنا بعرفه كويس، راجل مسافر يعني بره، هو عنده 45 سنة، ما كانش بيفوت فرض يا باشا. أول ما شم كده ريحة اليورو وريحة الدولار وبدأ كده يثبت رجله، نسي طريق الجامع تماما، نسي السجادة تماما، وبقى بيقول احنا في بلاد شغل بقى مش بلاد صلاة، احنا عايزين جايين نشتغل جايين كده. والأدهى ان هو لسه بينزل لك بوستات وحاجات على شهامة ولاد البلد والأصول وعن الدين وجمعة مباركة والكلام الوهم اللي انتوا فاهمينه ده كله. وللأسف هو هناك بياكل حق زمايله في السكن وفي البيت وفي الشغل، وبيتعامل بمنتهى الخبث عشان يقدر يطلع على كتف غيره. ده نموذج حي بصراحة للمعدن الرخيص اللي لابس بدلة شيك كده وبيهرتل بكلام ما بيعملش بيه، واعظ وما بيعملش بيه، كلام عن الأصول وهو ما بيعملش بيه، عن الأخلاق وهو ما عندوش أخلاق، عن الخير وهو أخبث ما يمكن. الواحد بيستغرب إزاي العمر ده كله ما عداش على قلبه، ما أثرش فيه. يلا المهم، في 5 حاجات هنتكلم فيها ونفسرها مع بعض. أخبث مخاليق الله
لما تكون الصلاة ستارة للسموم بتاعتك. أصعب حاجة إنك تآمن لواحد بيصلي وتكتشف إن هو أخبث خلق الله في تدبير المؤامرات ونهش الأعراض بدم بارد وحاجات كتير قوي. النوع ده بيعتبر إن الصلاة مجرد حركات كده بيعملها بجسمه عشان يحسن صورته قدام المجتمع، لكن قلبه من جوه شغال للمصالح والأذى. تلاقيه في الصف الأول في الجامع، بس في المعاملات اليومية تعبان بيلف ويدور عشان ياخد مصلحة مش من حقه، أو يوقع بين اتنين صحاب بكلمة خبيثة بفعل خبيث. الخبث هنا بيبقى مغلف بالدين، فتلاقي كلامه يا مؤمن واتقي الله وربنا ومش عارف، وهو أصلا ما عندوش ريحة التقوى في مواقفه الحقيقية. الناس دي بتعيش في انفصام بشع، يسجدوا لربهم بجسمهم بس قلوبهم سجدة للغل والحقد تجاه أي حد أحسن منهم. هم خطر كبير جدا 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 على الدنيا كلها وعلى المجتمع، لأنهم بيشوهوا صورة المتدينين بجد، وبيخلوا الناس تشك في أي حد بيصلي، وكأن الصلاة دي بقت غطاء للأندال والنفوس الرديئة. الخبيث المصلي ده من أسوأ أنواع نماذج البشر، لأنه بيخون ربنا في صلاته قبل ما يخون الناس في أفعاله، وعمره ما بيشوف نفسه غلطان، لأن غروره بيصور له إن هو ابن الله المختار. بيستغلوا هدوءهم الظاهري كده، إن هو عامل نفسه هادي وعنده ثبات انفعالي فظيع في نشر سمومهم، فتبان نصيحتهم سم في العسل. والضحية من الأسف ما بيفوقش غير وهو في نص المصيبة اللي هم رتبوها له بمنتهى الرقي والبرود. ده أول نوع. تاني نوع واحد كده يعني في الغربة وعنده 50 سنة والوقار بيهرب منه. لما الراجل يوصل لسن 45 و50 سنة في الغربة وهو يعني لسه مش راضي يركعها مثلا لله، أو يعني مش عايز إن هو يبقى منتمي كده لحاجة بينه وبين ربنا، يعني خيط كده، دي بتبقى سقطة أخلاقية ودينية ملهاش مبرر. السن ده هو سن الحكمة، مش سن الجري ورا الهيصة ونسيان طريق القبلة كده تحت مسمى ضغط الشغل أو أكل العيش وكده. لكن للأسف في الهلس تلاقيه أول واحد بيجري. الغربة للأسف هو كل واحد حر في دينه، بس أنا بتكلم ما تبينش للناس شيء وانت شيء. الغربة للأسف بتكشف المعدن اللي مش حلو. في واحد طول حياته قدامنا في مصر كان بيصلي عشان خايف من كلام الناس، وأول ما سافر كده وركب العربية الشيك نسي بقى صاحب الفضل عليه اللي هو رب العالمين. العناد مع ربنا في السن ده بيبقى قمة الجهل، وكأن الشخص ضامن إنه هو هيعيش لحد ما يرجع بلده. يعني هو مش عارف إن الموت ملوش ميعاد. هم فاكرين إن الروشنة والهيصة والتحلل كده من الدين هو قمة الاندماج، والواقع إنهم بقوا يعني بقى شيء مش ظريف. لا هم حصلوا الأجانب ولا الدولة الأوروبية اللي هو فيها، حتى لو في دولة عربية يعني، ولا هم حصلوهم، ولا هم فضلوا ولاد أصول محافظين كده على هيبتهم وعلى قربهم من رب العالمين. السن ده بيبقى فيه رجل بره ورجل جوه، والمفروض الواحد يلم نفسه شوية ويقرب من ربه. بس للأسف بريق المادة كده عمل قلوب قبل العيون. على فكرة أنا بشرح نموذج موجود قدامي. النماذج دي بتبقى عايشة في وهم كبير للأسف، وفاكرين إنهم لسه في ريعان شبابهم وقادرين يعيشوا بالطول وبالعرض، وناسين إن الوقار
والدين هو اللي بيصنع قيمة الراجل مش رصيده في البنك. تالت حاجة أو تالت نوع، مفيش أرذل من واحد رخيص المعدن ورخيص كده في أفعاله، ودايما يصدعك بكلمة الأصول والعيب والواجب وهو ما بيطبقش منها حرف. دول ناس حافظين تمثيلية كده عن ولاد البلد، بس نمرة، بس معدنهم من جوه خاوي للأسف وفاضي. بيستخدموا الكلام ده عشان يغطوا على ندلتهم مع الناس. لما يحب يغدر بيك يغلف غدره كده بكلمتين عن مصلحتك، ولما يحب ياكل حقك يكلمك عن الجدعانة والصبر. الأصول دي مواقف بتتحفر في الذاكرة، مش رغي ملوش لازمة كده على القهاوي في البوستات. لا، الأصول هي إنك تكون نظيف من جوه وما بتأذيش حد بكلمة أو فعل. النوع ده بيبقى بارع في تمثيل دور الشخص الحكيم. في أول اختبار حقيقي يبيعك بأرخص ثمن ويطلع فيك العبر والغل والقطط الفطسانة اللي هي أصلا حاجات جواه. هم بيستخدموا قاموس الأصول عشان يسيطروا على اللي حواليهم نفسيا ويحسسوهم بالتقصير، وهم في الحقيقة أول ناس بتدوس على مبدأ لو في مصلحة مادية بسيطة دوس فيها، خلص على الشخص ده. الشخص اللي بيلت كتير في الأصول هو أكتر واحد فائد ليها، لأن اللي عنده أصل بجد ما بيتكلمش عنه، أفعاله هي اللي بتحكي عنه وبتخليه كبير في عين الناس من غير مجهود. ده تالت نوع. رابع نوع في النفاق الثلاثي كده، اللي هو الخبث والدين والمنظرة الكذابة. لما بيتجمع كده الصفات دي في شخص واحد بيبقى لغم بشري من القذارة النفسية اللي لازم تبعد عنها فورا عشان يعني ما تتلوث منه. الشخص ده بيعرف يلبس ماسك المؤمن كده الحكيم، وهو في الحقيقة خبير في اللعب كده بالبيضة والحجر وإيذاء القلوب كده بدم بارد. تلاقيه كده بينظر عليك كده ويبص عليك في الصلاة وهو ما بيصليش، أو بيصلي وهو بيخطط في دماغه كده وهو بيصلي لمصيبة ليك، وفي الحالتين هو منافق من الدرجة الأولى. الخبث هنا بيبقى أسلوب حياة، بيستلذ كده برؤية يعني إن هو يشوف المشاكل اللي بيفتعلها الناس حواليه بينه وبين الناس، وهو عامل فيها إن هو المصلح الاجتماعي اللي عارف في الأصول. الناس دي بتبقى عدوى في المجتمع، لهم بينشروا عدم الثقة كده وبيخلي الكل يشك في نيات الكل، وبيضيعوا هيبة الدين والأصول بأفعالهم الرخيصة. هم أخبث مخاليق الله لأنهم ما بيواجهوش بوضوح، دايما طعناتهم من الظهر وهم لابسين كده وشوش التقوى المزيفة اللي بتخدع الناس البسيطة. ده خبث وسيبان صلاة وادعاء أصول. إيه ده؟ هو اللي بيخلق ده، هو التلاتة دول اللي بيخلقوا الشخصية اللي بنهرب منها، لأن القعدة معاهم خسارة يا جماعة، ومجرد الكلام معاهم بيلوث الروح وبيسحب الطاقة الإيجابية منك. في الآخر كل الأقنعة دي بتقع في أول مطب حقيقي، أو لما المصالح كده تتعارض مع بعض وبتبان اللي أقول إيه يعني الرداءة أو القذارة اللي كانت مستخبية ورا الكلام المزوق ده. الشخص اللي في الغربة ومنظره شيك بس ما بيسجدش بقلبه وقريب، بيبان فقره النفسي مهما كان معاه فلوس وعربيات وبيوت، لأن السكينة ما يعني محدش يقدر يشتريها، محدش يقدر يشتريها أبدا. والشخص الخبيث اللي بيصلي بيبقى سواد قلبه في أول موقف
محتاج جدعنة أو تضحية، والناس بتعرف في النهاية إن هو كان بيمثل دور مش شبهه. يا جماعة حوالينا كتير. أما تاجر الأصول ده فضيحته بتبقى بجلاجل لما يتحط في موقف محتاج أصل حقيقي ويطلع فيه ندل ويهرب من المسؤولية. الدنيا دوارة، والحقيقة ما بيغطيهاش كده يعني الكلام المزوق ولا السجاد اللي بيتفرش للمنظرة كده بس قدام عيون الخلق. لا، اللي ملوش خير في ربه وملوش خير في نفسه بالأخلاق وملوش خير في ربه بالصلاة والدين وملوش خير في الناس بالأصول، ده إنسان ملوش قيمة حقيقية مهما حاول يلمع صورته. الرخص بيفضل رخص مهما يعني رشيت عليه ريحة غالية، بيفضل رخيص زي ما هو. والأصل الطيب بيفضل ثابت ومثمر كده مهما كانت الظروف صعبة حواليه، والفرق بيبان دايما في ساعة الحقيقة. نصيحتي ليك انك تغسل ايدك من الشخصيات الرديئة دي تماما يا باشا، وما تحاولش تبرر لهم او تصدق كده تمثيلياتهم، لانهم اساتذة في الخداع. الشخص اللي يوصل للسن ده وهو بعيد عن ربه وخبيث مع خلقه وبيتكلم في الأصول والجدعنة والحاجات دي وهو ما بيعرفهاش، ده إنسان خسارة فيه المجهود. خليك أنت الأصيل بجد، اللي هو قريب من ربه، اللي صلاته بتنور قلبه وبتهذب أخلاقه، واللي كلمته واحدة ومعدنه ذهب، سواء في بلدك أو في الغربة. ما تسمحش للناس الرخيصة إنهم يلوثوا فطرتك كده أو يكرهوك في الأصول الحقيقية. بالعكس، خليك أنت النموذج اللي بيرجع ويرجع القيم دي لورا لهيبتها بأفعالك النظيفة. ابعد عن الخبيث المصلي وعن التايه في الغربة وعن مدعي الأصول، وصاحب اللي يشبهك في وضوحك ونظافة قلبك من الغل. الدنيا رحلة قصيرة، والستر اللي ربنا مديهولهم ده مش رضا، ده استدراج. تلاقيهم ربنا فرش لهم الدنيا كده ومديهم ستر، هو في النهاية ده استدراج. فخليك انت مع الحق الواضح عشان لما تقابل ربك تكون مستعد كده بقلب سليم. وفي الآخر النظيف بيبان، والمعدن اللي مش حلو بيصير يترمي فعلا في سلة النسيان. فعيش بوش واحد ونية صافية، تعيش ملك بجد. في النهاية الدين معاملة والأصول مواقف، مش مجرد ركعتين في الجامع ولسان بينطق مواعظ وهو فاضي من جوه. الغربة بتبين المعدن الحقيقي، واللي بيبيع ربه وبيبيع أصوله عشان شوية فلوس ومنظرة بيبقى خسر نفسه قبل ما يخسر الناس. خليك دايما دايما فاكر ان اللي عند ربنا ما تقدرش تاخده الا بطاعته، وان الاصل الطيب هو اللي بيدوم، والوشوش الكدابة مسيرها تتكشف وتتنسي. انا اسف للإطالة، بس الناس دي موجودة في حياتنا وحوالينا، بيدعوا كل حاجة، بيدعوا المثالية في كل شيء، في الدين وفي الصلاة في الأخلاق في الجدعنة وفي الطيبة، وهم للأسف الشديد أخبث مخاليق الله. تحياتي لكم، ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.